بصراحة بقى يا شحاتة يا اخويا، انت مالكش حق. ماليش حق في ايه بس يا استاذ متولي؟ بقى مش عارف مالكش حق في ايه؟ يا اخي ده احنا اصحاب من ايام الجامعة، ودلوقتي زملاء في مدرسة واحدة. انا بدرس الفلسفة وانت بتدرس التاريخ. طب مش افهم الاول انت تقصد ايه؟ يا اخي الشاعر بيقول وكل لبيب بالاشارة يفهمه. صدقني بقى انا مش فاهمك. فهميه انت يا استاذة شربات يا مراتي. افهمك يا استاذ شحاتة. صل على النبي عليه الصلاة والسلام. زمان قالوا ايه؟ تزوج وعيش سعيدا. نعم يا استاذ شحاتة يا صديقي، الجواز نعمة واللي يكرهه يعمى. ايه؟ انا ما قلتش حاجة. طب ايه بقى اللي مقعدك لحد دلوقتي من غير جواز؟ ظروفي كده. ظروف ايه وجوابات ايه يا راجل؟ ده انت بقى عندك 38 سنة، هتفضل ساكت على نفسك لحد امتى؟ يا ستي انا سعيد بحياتي، ثم انا ما اشتكيت لكمش من حياتي العزوبية. بصراحة وبحق الأخوية اللي بينا، أنا مش عاجبني وضعك ده. انتوا عارفين رأيي كويس في الجواز، وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. انت فاكر انك من غير جواز مرتاح؟ اخر راحة، لا عكنن على حد ولا حد يعكنن عليا. الحقيقة انا ما كنتش اعرف ان رأيك في الجواز بالشكل ده من اللي بشوفه حواليا. وايه بقى اللي انت شايفه يا استاذ شحاتة؟ ليا واحد صاحبي مراته اعوذ بالله نموذج مجسم للنكد، وهو يا ولداه قدامها قليل الحيلة. ومين صاحبك ده بقى؟ طبعا مش انا يا شحاتة. انا والحمد لله عايش مع شربات حياة نموذجية، مش كده برضو يا شربات يا حبيبتي؟ انت عندك شك في كده يا متولي يا روح قلبي؟ ابدا ابدا، ده انا في منتهى السعادة. ده انا حتى كمان امي ده عيالي اني اتجوزت جوهرة زيك، معمل حلويات شرقية، برميل شربات. برميل شربات يا متولي؟ قصدي ازازة شربات يا شرباتي. يا راجل حسن ملافظك، دي الملافظ سعد. ما انت عارفة يا حبيبتي ان ضعيف في اللغة العربية. جرس الحصة هيضرب، انا هخش قد الحصة للاولاد وبعدين هروح. متولي نعم. انت فاكر هتجيب ايه معاك وانت جاي البيت؟ فاكر يا شربات، كل طلباتك مكتوبة في الورقة اهي معايا. اياك تنسى حاجة، فاهم ولا مش فاهم؟ دي معقولة؟ ده انا انسى الدنيا كلها ولا انساش طلباتي. عن اذنك يا استاذ شحاتة، انا عايزه نيجي بكره نلاقيك مغير رايك في موضوع الجواز، وندرا عليا لاخدمك بنفسي. ايه الحكايه يا سي متولي؟ نعم يا اخو، انت كمان حكايتي ايه؟ حكايتك انت ومراتك. اسكت اعمل معروف، ما تجيبش سيرتها، لا تسيب الحصه وترجع تاني. كفايه عليا البيت. وعايزني اتجوز يا متولي؟ كفايه عليا يا راجل اتفرج عليك انت ومراتك. اعوذ بالله، لسانها ولا المنشار. انا مش فاهم انت متحملها ازاي. عمري ما سمعت منها كلمه تبل الريق. اقول لك ايه ولا ايه؟ ما انت عارف كل حاجه. طيب وايه اللي مصبرك على العذاب ده؟ سقراط. مين يا اخويا؟ سقراط. انت ما تعرفوش ولا ايه؟ الفيلسوف اليوناني اللي مات من اكتر من 2500 سنه. طب وده دخله ايه بينك وبين مراتك؟ قالها كلمه وكانت حكمه. ما هي مراته كانت زي مراتي كده، نكديه. طب وقال ايه بقى سي سقراط بتاعك ده؟ واحد من تلامذته كان زي حالتك كده، مضرب عن الجواز من اللي بيشوفه من عمايل مرات أستاذه. فسقراط قال له تزوج يا بني، تزوج، فإذا ظفرت بزوجة عاقلة فأنت رجل سعيد، وإذا كانت غير ذلك يعني زي شربات كده صرت فيلسوفا، وفي ذلك نعمة لكل رجل. طيب ممكن بقى تفسر لي اللي قلته ده يا جناب الفيلسوف؟ يا حبيبي المسألة واضحة زي الشمس. إذا اتجوزت زوجة عاقلة هتعيش سعيد مرتاح البال، وإذا اتجوزت زوجة نكدية زي الشربات مراتي هتتعلم من عشرتها الصبر وطولة البال.